فلا يجوز أن يقول وعليك السلام، لأن الله هو السلام. ولذلك الإنسان إذا رزق العمل بهذه الخصلة وهي إفشاء السلام فقد رزق خيرا كثيرا وكتب له أجرا عظيما. هناك أحكام كثيرة تتعلق بالسلام كسنة السلام على الصغار. فعن ثابت بناني رضي الله عنه قال: كنت مع أنس رضي الله عنه فمررنا بصبيان فسلم عليهم أنس فاستغربت فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. وهذا يدل على تواضع النبي ولين جانبه. والإنسان إذا أكثر من السلام أكثر من الحسنات. إذا قال السلام عليكم 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30، أي فضل أعظم من هذا الفضل أيها الأخوة؟ ولكن للأسف نجد ثقافة إفشاء السلام قد تكون قليلة. والإنسان إذا مر بقوم فلم يسلم فهذا إذان بالكبر والعلو والغطرسة، لأنه من كسر النفس ومن لين الجانب للإنسان أن يسلم. وأما إذا تعود على أنه لا يسلم على من يمر عليه وعلى من يسير عليه، وللأسف حتى بعض الناس يعيب على بعض الخلق في مكانته. أحد المفتونين في بعض جامعة ولا أقول أذكرها، أنه عاب على بعض الأساتذة أنه يقول: أنت يا أخي كل الطلاب اللي مريت مع السيل تسلم عليه، كل ما مريت مع واحد تسلم عليه. سبحان الله، انظر يا أخواني، بدل ما يقول له والله يا أخي إني استفدت منك. وفعلا سألت يوما من الأيام الطلاب: من هو أحسن عندكم؟ قالوا فلان. لماذا؟ قال: لأنه ما يأخذ من عندنا مع أنه شديد بدرجاته. يعني قال: لا، إذا سار في السيب كل من قابل من الطلاب سلم عليه. بعض يقول لك: لا، ما تسلم، هذا فيه شيء تنقيص، يقول حقك وأنت، وهذا جهل وأجهل الناس أيها الأخوة الذي يعطي نفسه فوق حقها. وما هو حق هذا النفس؟ كما ذكر رجل جاء لأحد السلف قال: من أنت؟ أتعرف من أنا؟ قال: نعم، أنت بدايتك نطفة ونهايتك علقة، ما فيها، هذا أنت مهما بلغت ومهما رمق. وأول من ينسى وأول ما يذهب منك ألقابك وأسماؤك، أول ما تفقد اسمك. هل سيقولون لك يا أخي الصلاة على فلان ابن فلان؟ هل سيقولون الصلاة على أستاذ الدكتور فلان؟ هل سيقولون